نفس الشغل، نفس المجهود، ممكن يخليك تعيش حياة مختلفة 3 مرات أقوى. الفرق بين الناس النهاردة مش في المهارة، لكن في المكان اللي بيشتغلوا منه. خلينا أبدأ الحلقة دي بسؤال ممكن يقلب طريقة تفكيرك. ليه في ناس بتشتغل نفس الشغل، نفس المهارة، نفس الجهد، بس واحد منهم بيكسب أكتر بكتير وبيعيش حرية أعلى بكتير؟ استنى، الإجابة مش في الشغل نفسه. خليني أقول لك حاجة صادمة من البداية. الفرق بين الناس النهاردة مش في المهارة، لكن في المكان اللي بيشتغلوا منه. من الأول، زمان كان عندك معادلة بسيطة: شغل في بلدك، مرتب ثابت، تكلفة حياة ثابتة، وخلاص كده. لكن دلوقتي المعادلة دي اتكسرت تماما. العالم دلوقتي بقى جلوبال ايكونومي، مش لوكال ايكونومي، مش اقتصاد محلي. وده معناه ايه؟ معناه انك تقدر تكسب بالدولار وتعيش في بلد ارخص، وبالتالي هتضاعف قوتك الشرائية. طب استنى كده وركز معايا في الجملة دي. نفس الشغل، نفس المجهود، ممكن يخليك تعيش حياة مختلفة 3 مرات أقوى. وده أول سيكريت في حياة الديجيتال نوماد، حاجة اسمها الجيو أربيتراج. طب يعني إيه الجيو أربيتراج يا عم الدكتور؟ خلينا أبسطها لك جدا جدا. تخيل إنك بتقبض بالدولار، لكن بتعيش في بلد تكلفة المعيشة فيها أقل بكتير جدا وأرخص بكتير جدا. إيه هي النتيجة؟ أنت فجأة بقيت غني. فجأة لقيت نفسك زودت دخلك من غير ما تعمل أي مجهود زيادة. طب هل دي خدعة؟ لا، دي مش خدعة، دي معادلة اقتصادية اسمها الجيو أربيتراج. إن أنت بتشتغل ويبقى مصدر دخلك من دولة عملتها قوية أو دخلها قوي، وفي نفس الوقت بتعيش وتستمتع بحياتك في دولة تانية وبتصرف بتكلفة أقل. طيب خليني أديك معلومة مهمة. في ناس مش بتشتغل أكتر لكن عايشة أحسن. ليه؟ لأنها في المكان الصح. طيب في مفهوم تاني اسمه Global Income Access، ودي تعتبر تاني ميزة. طب يعني ايه الكلام ده برضه يا عم الدكتور؟ الشخص العادي محدود بسوق وبلد واحدة، عملاء محليين، فرص محدودة. لكن الديجيتال نوماد ده شخص بيشتغل مع أمريكا، وبيشتغل مع أوروبا، وبيشتغل مع الخليج، وبيشتغل مع آسيا، وممكن هو يكون قاعد في مصر. ده معناه ان سوقك مش البلد اللي انت عايش فيها، سوقك هو العالم كله. طيب انت مش بتنافس الناس اللي حواليك، انت بتنافس العالم كله، بس في نفس الوقت بتكسب من العالم كله. طيب خلينا نقول الميزة الثالثة، وهي الكرنسي باور او قوة العملة، ودي ثالث اقوى ميزة. الميزة اللي هي الفرق ما بين العملات. فخليني اقولها ببساطة. في ناس بتقبض بعملة قوية وتصرف بعملة اضعف، وده بيخلي نفس الرقم يشتري حياة مختلفة تماما. طب نيجي نقول مثال. واحد بيقبض $1000 في بلد ما. $1000 دي ممكن تبقى حياة بسيطة أو حياة مريحة جدا حسب المكان. يعني أنا مثلا لو بقبض $1000 في مصر، ده بتبقى حياة مريحة جدا.